اوريكم بقى عملنا الرز بلبن ازاي. معلش التصوير ما جاش من الاول، حقكم عليا. بصوا يا حبايب قلبي، انا جبت نص كوبايه رز ونقعتهم بتاع نص ساعه كده، ماشي يا حبايبي، في ميه. وبعد كده رحت واخداهم على النار، اديت لهم 10 دقايق بالظبط على النار، وبعد كده رحت نازله عليهم باللبن. يلا هنشوف هنحط عليه ايه تاني يا حبايبي، خليكم معايا. اول حاجه هننزل بالسكر بتاعنا حسب الرغبه اهو، حسب بقى ما انتوا ما بتحبوه مسكر ولا اهو كده. وهجرب لو عوزت تاني هحط تاني يا حبايبي. ده يا حبايب قلبي كيلو من اللبن. كده انا حطيت السكر اهوت ودوبته، وهنزل بظرفين من الفانيليا، معلقه كبيره من اللبن البودر اهو، بتدي طعم في حته تانية خالص اهو. معلقه من الكريم شانتيه، تحفه جدا، تدي للرز حاجه تانية خالص. عشان انا مش بحط نشا، ماشي يا حبايبي، انا مش بحط نشا، جوزي مش بيحب النشا خالص فما بحطش نشا. ماشي اهو، لبن بودر وكريم شانتيه اهو، ماشي، وكيلو لبن اهو. طبعا احنا هندوب كل دوت، هنسيبه كده لغايه لما يدوب خالص، وبعد كده هرجع لكم تاني يا حبايبي. كده بقى يا حبايب قلبي الرز بتاعنا الجميل خلص اهو. شايفين السمكه بتاعته بقت حلوه ازاي، وانا ما حطيتلوش نشا. انا لو حطيت له نشا هيكتل خالص، يعني انتوا عايزين تحطوا نشا حطوا، انا عن نفسي مش حاطه نشا. انا حاطه كريم شانتيه وحاطه لبن بودر، جميل جدا يا جماعه، جربوها. بصوا اهو انا مش حاطه النشا، شايفين؟ عايزه تحطي نشا حطي معلقه نشا كبيره على الميه او على لبن وتدوبيهم، وتروحي محطاهم هنا على الرز بتاعنا. شايفين كده يا حبايب قلبي؟ كده الرز بتاعنا اهو استوى. شايفين جماله عامل ازاي؟ ما شاء الله. شايفين كده بقى؟ انا هعبي في الكاسات بتاعتنا. يلا خليكم معايا يا حبايبي وارجع لكم تاني. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما غرفته، شايفين الجمال بتاعه عاملين ازاي في الطبق؟ طبعا عشان جوزي بيحب القرفه، فطبعا هحط له على طبق قرفه اهو. بصوا الجمال اهي. انا بقى مكسرات اي حاجه تانية اوكي، ماشي يا حبايبي. عايزين تحطوا قرفه هتحطوها كده، عايزين تحطوا مكسرات يلا يا حبايب قلبي بسرعه خشوا جربوها. ما تنسوش يا حبايب قلبي تدعموني، وما تنسوش تدعولي، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. بالله عليكم اللايك مش بفلوس والاشتراك مش بفلوس، انتوا بتدعموا الواحد بس مش اكتر يا حبايب قلبي. يا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.